صباح الخير، يا صباح الفل والورد والياسمين على احلى واغلى متابعين. ازيكم يا حلوين؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وسعاده وراحه بال. صلوا على الحبيب قلبكم يطيب يجعل نهاركم سعيد. يلا بقى كلنا نقوم بقى كده، نصحى من النوم نتوضى ونصلي كده ونفتح شبابيك البيت ونشغل اذاعه القران الكريم، وكمان نولع عود بخور كده ونشغله في قلب البيت. هتحس كده براحه نفسيه غير طبيعيه. عايزه كمان اقول لكم لازم نتمنى نصلي لبعض عشان ربنا يرزقنا جميعا. بحبكم في الله يا اغلى متابعين. واللي لسه بقى بيشوف قناتي لاول مره، انا سمسمه ودي قناتي. اتمنى كله ينزل تحت يعمل اشتراك في القناه لان وجودكم شرف ليا. عايزه اقول لكم طول ما الواحد عايش في الدنيا دي بياخد دروس كتير كتير فيها، واهمها ان هو ما يحوجش نفسه لحد، لان اصل الحوجه مره، وربنا وحده هو اللي عالم بالحال وعالم بحال عباده وقادر ان هو يرزقهم. يا رب يرزقنا ويرزقكم جميعا يا رب، اللهم امين، وما يحوجناش لحد ابدا. تعملي ايه يا سمسمه النهارده؟ بصوا بقى، النهارده عندي غسيل هدوم. شايفين كل الهدوم اللي انتوا شايفينها ديت؟ ولسه كمان في هدوم في الغساله وفي هدوم بره كده. غسلتها بقى دلوقتي في الغساله، شغلت بقى الغساله كده. زي ما انتوا عارفين ان انا بصحى بدري قوي عشان اخلص اللي ورايا. بعد كده بوضب الغداء ويبقى معايا مثلا البنات، اقعد مثلا اذاكر لهم شويه مش عارفه ايه. فلازم ان انا بخلص اللي ورايا على ما هم يروحوا مثلا الدروس ويرجوا او يروحوا المدارس ويجوا، بكون انا خلصت شغل البيت. فبعد ما خلصت بقى شويه الهدوم دول تاخدهم بقى عشان اروح البحر عشان اغسلهم. بغسل بقى الهدوم ازاي؟ بحط اي نوع مسحوق في الغساله لو انت لسه عروسه جديده، وبحط كمان شويه خلطه من تحت الغسيل وكمان شويه معطر ملابس، وبحط الهدوم الالوان الفاتحه الاول وبعدين الهدوم الالوان الغامقه. وبعد كده بشغل بقى الغساله بتاعتي على قد بقى كل شويه كده على قد عشان الغساله المروحه يعني ما تبص معايا. وبعد بقى كده باجي برضو اشطف نفس اللي انا عملته في الغسيل. بشطف الهدوم الفاتحه الاول وبعد كده الهدوم الغامقه الاول. وبعد كده بقى لو في هدوم بقى احنا بننزل بقى لقلب الغيط. بص عايزه اقول لكم الهدوم بتاع الغيط بتبقى بصوا وحشه قوي يعني، بصوا معفنه بتنزل طين كده في قلب الغساله. فانا بركنها لاخر حاجه خالص علشان ما تبوظش ميه الغساله وتبوظ الام والمسحوق اللي انا حطيته. والحاجه بقت غاليه يعني، الواحد يعني عايز دلوقتي يعني مثلا 30 جنيه عشان يشغل الغساله ويغسل. ربنا يرحمنا بقى من الاسعار واللي بيحصل في الاسعار. بس انا بقى عايزه اقول لكم ان انا برضو ماشيه حالي ومدبره نفسي. جايبه شويه خلطه من بتاعه نص مجموعه التركيبه ديت، بعملها في البيت بتملي جردل قد كده، بغسل بيه مده كبيره. برضو بينفع معايا في غسيل البطاطين، بينفع معايا في غسيل مفارش السرير، السجاد، اي حاجه بتنضف اي بقع خالص في كل الحاجات اللي انا قلتها لكم دي. عايزه اقول لكم بقى ان انا كمان النهارده عما غسلت بقى ونشرت وكل ده خدت برضو بياخد برضو معايا وقت. عشان كده انا بصحى بدري، انا بحب اصحى بدري لان الشغل البدريه بتبقى منسيه. عايزه كمان اقول لكم حصل معايا كام موقف كده، ما بقتش اصدق حد ولا اثق في الناس بسرعه بسبب اللي بيحصل. فعشان كده بقول لكم كل واحد لازم. بصوا بقى يا حبايبي، هنا بقى ايه، كنت خلصت بقى الهدوم شطفتها بقى كلها هي، ودلوقتي بقى خلاص هشيلها بقى عشان ايه، نبدأ بقى ننشر. خلصنا الغسيل وخلصنا شطف الهدوم، هنبدأ بقى ان احنا ننشرها مع تزر. انا عندي منشر على السلم لان ما عنديش بلكونه، الشقه بتاعتي اوضتين اتنين وصاله ومطبخ كده صغنطوط كده وحمام. يعني عايزه اقول لكم ان المطبخ بقف فيه كده يعني يا دوبك كده بياخدني انا بس، وحمام حاجه يعني على قد، والاوضتين ما فيهمش اي بلكونه. فانا عملت المنشر ده على السلم كده، بقف شويه على السلم وشويه اقف على بسله كده الومنيوم عندي بقف عليها عشان اطول ان انا انشر. فنص الهدوم بنشرها الناحيه دي كده، والنص الناحيه التانية بقف على البستله داك فيها كده واقف عليها زي كرسي كده، او اقف على كرسي وانشر. بس الحمد لله ربنا مقضيها يعني والحمد لله على كل حال. كنت ربنا ميسرها الحمد لله. ربنا ييسر اموركم يا رب ويبعد عنكم كل شر ويبعد عنكم كل مكروه يا رب، اللهم امين. احنا وانتوا يا رب كل السامعين. عايزه اقول لكم بقى ان كان خلصت بقى اهوت الهدوم القصيره قدام والهدوم الطويله ورا، وبعدين مهارات السرير او مفارش السرير والعبايات. عايزه اقول لكم بقى ان البنات لما بتطلع تنشر بيقلبوا حال المنشر، الاقي الهدوء الطويل ورا، القصير ورا والطول قدام، وبتبقى حاجه مش طبيعيه مع ان معرفوهم معلماهم ازاي ينشروا. بعد ما خلصت بقى فضيت كل المواعين اهوت، هندخل بقى عشان اوضب الغدا. هما بصراحه كان نفسهم في الكفته، اعمل لهم بقى كفته ومكرونه. معايا هنا نص كيلو بقى من اللحمه، ومعايا بصله مبشوره، ومعايا عود بقدونس مفروم، ومعايا كمان نص كوبايه من البقسماط وبيضه وملح وفلفل وبهارات سبعه، وكمان معلقه صغيره من البيكنج باودر،
وهبدأ اعجن الكفتة بتاعتي ديت كويس. وما ننساش طبعا الملح، لان والله انا كنت ناسياه يعني ما اعرفش كانت تطلع بقى كفتة شكلها ايه من غير ملح دي. بصوا هعجن كل المكونات ديت مع بعضها كده. عايزه اقول لكم ان الطريقه دي بتبقى جامده جدا يعني بتديكي كميه كويسه من الكفته. حاجه حلوه قوي. هنعجنها بقى كده لمده 5 دقايق لحد ما كل المكونات ديت تتلم معايا. ما تبقاش يعني عجينه مفروله كده، لا تبقى كلها زي بعضها. هنا بقى حطيت معلقه، حسيت انها ايه يعني سايله شويه كده، حطيت لها معلقه كده صغيره من الدقيق، معلقه الاكل اللي احنا بناكل بيها. وهلمها كده تاني وهسيبها بقى في التلاجة على رف التلاجة لمدة نص ساعة. بعد بقى كده عندي مقلة تيفال، سخنتها كويس جدا. وهبدأ الأول بقى ايه على ما المقلة تسخن هكورها كده. بصوا على قد ما انا بحب اكورها كور صغيرة كده، مبحبش اعملها كور كبيرة. هي كور صغيرة كده، والبنات بقى بيقطعوها كده بالمعلقة 2 3 وياكلوها كده مع المكرونة. هسلق معاها كمان، هسلق مكرونة وهعمل الصلصة بتاعتها وتبقى أكلة منها فيها. لا قالينا حاجة ولا زيوت ولا أي حاجة دخلت المعدة، حاجة صحية هي وجميلة جدا. بصوا ده شكلها بقى هي بعد ما كورتها. النص كيلو لحمة عمل معايا الكمية دي. وهنا بقى المقلة بتاعتي يا حبايبي كانت سخنة اهيت. هنزل بقى كده بالكفتة بتاعتي، انا عايزاها تاخد صدمة وتاخد معايا لون. هنزل بقى بالكفتة هنا لحد ما تبدأ انها ايه تحمر بقى كده من كل ناحية، هتبقى كده ايه جاهزة معايا. هنا برضو بقى على ما الكفتة بتاعتي تتحمر معايا، هنا بقى ايه 4 فصوص من الثوم حطيتهم شوحتهم كده في معلقة زيت، ونزلت عليهم بعصير الطماطم. انا مبحبش احط اي زيت خالص في الاكل. هتبدأ ان الصلصة على ما الصلصة بتاعتي تستوي، الكفتة هي تبصوا خدت لون اهيت من تحت. ههز بس المقلة كده عشان تبدأ تاخد لون من كل ناحية. بعد ما الصلصة بتاعتي اتسبكت وبقت تقيلة واستوت، هحط لها كوباية مية واسيبها تغلي تاني غلوة. وبعدين هنزل فيها كورة كفتة بتاعتي تاخد غلوة كده اللهم صل على النبي مع الصلصة. هنا بقى كنت سلقة هي المكرونة اللي هي المعوجة دي، هنزل بيها على الصلصة بتاعتي. عايزة اقول لكم ان انا كنت شلت الكفتة بقى ايه بره كده لوحدها في طبق لوحده، او خليت بس الصلصة المكرونة تبقى لوحدها. وبعد كده او ممكن برضو نقلب المكرونة والكفتة مع الصلصة عادي مفيش مشكلة. انا كل مرة كنت بقلبها معاها، بس قلت المرة دي كده اشيلها لوحدها. وده بقى شكل المكرونة هي بعد ما غرفناها. والكفتة حاجة جميلة جدا 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 جدا، وطعمها في منتهى الجمال. جربوها بقى وان شاء الله هتدعولي. ويا رب بقى في النهاية يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم، والروتين يكون عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش اللايك.